شوفوا الحضارة بنور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. أحمده تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وهذا الحديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم العلمية قبل أن يكون من معجزاته العقدية. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الوجود لا بد وأن يكون سابقا على هذا الوجود. الله الذي خلق المكان والزمان وخلق كل من المادة والطاقة، فلا بد وأن يكون مغايرا لجميع خلقه، لا يحده المكان لأنه خالق المكان، ولا يحده الزمان لأنه مبدع الزمان، لا تشكله المادة أو الطاقة لأنه خالق كل من المادة والطاقة. ونحن نعلم أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الدين وبمباينة كاملة مع الكنيسة، وربما كان لهم مبرراتهم في ذلك، ولكن حضارتنا الإسلامية تميزت بأنها هي الحضارة الوحيدة فيما نعلم من الحضارات الإنسانية التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. لذلك قامت الحضارة الإسلامية على الإيمان بالخلق والإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، وتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ولكن الحضارة الغربية التي بدأت بمفاصلة مع الدين ادعت لقرون بأزلية العالم، وكنا نجد في مطلع كل كتب الفلك وكتب علوم الأرض شعار كافر يقول: لا أثر لبداية ولا إشارة إلى نهاية. ثم جاء العلم المادي الذي بدأ في الحضارة الغربية والذي تأسس في الحضارة الغربية. مؤخرا جاء هذا العلم في معطياته الكلية يؤكد على كل ما جاء به الإسلام، فأكد لنا العلم أن الشمس تفقد من كتلتها ما يقدر بحوالي 4.6 مليون طنا من المادة في كل ثانية من عمرها، فالمنطق يقول هذه الشمس إلى فناء. نحن نرى في صفحة السماء النجوم تخلق وتموت، نحن نرى تغيرات في كل لحظة في بناء هذا الكون، مما يؤكد على أن هذا الكون حادث له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية، وأن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته أو أن يكون نتاج الصدفة، بل له موجد عظيم هو الخالق سبحانه وتعالى الذي له من صفات الكمال والجمال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. نحن نرى في الجزء المدرك من أسماء الدنيا ما بين 200,000 مليون مجرة و300,000 مليون مجرة. بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا، سكة التبانة أو ضرب اللبانة، وبعضها أصغر قليلا. ومجرتنا سكة التبانة بها أكثر من 100,000 مليون نجم، وكما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، فلا بد وأن كل نجم من هذه النجوم له توابعه. هذا في جزء صغير جدا مما أدركه علماء الفلك في صفحة الجزء المدرك من سماء الدنيا. ويقول علماء الفلك من غير المسلمين يقرون بأن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة
المنضبط في كل أمر من أموره لا بد له من مرجعية في خارجه، ويقولون يسمونها reference point، نقطة مرجعية في خارجه. وهذه النقطة إذا كانت خارجة عن الكون فلا بد أن تكون سابقة لهذا الوجود. والذين ادعوا بأزلية الكون يقولون اليوم بأننا نعيش في كون يقدر عمره بحوالي 14 ألفا من ملايين السنين، وبالدقة 13.7 بليون سنة، وأننا نحيا على أرض قد تقدر أعمار الصخور فيها بما يقارب 5000 مليون سنة، وأن هذه الأعمار تؤكد على أن الكون له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. لذلك نقول في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فسبق الوجود الإلهي لكل مخلوقاته حتمية من حتمية هذا الوجود. ونحن في عقيدتنا الإسلامية نؤمن بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأن من مآسي البشرية الانحدار بمفهوم الألوهية إلى طبيعة البشر أو الحجر أو الشجر أو الحيوانات، لأن هذا إهدار كبير وانحراف شديد عن حقيقة الألوهية. ونحن نهينا في الإسلام العظيم عن التفكر في ذات الله، لأن الإنسان بعقله المحدود وقدراته المحدودة لا يمكن له أن يصل إلى فهم حقيقة الذات الإلهية. نطمع أن نرى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى إن شاء الله رب العالمين، ولكننا نقنع بما وصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية في محكم كتابه بقوله العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحتى علماء الفلك في قمة من قمم هذا العلم اليوم يقرون بهذه الحقيقة، يقولون أن مرجعية الكون في خارجه، وأنها لا بد أن تكون مغايرة للكون ومكوناته مغايرة شديدة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: بسم الله الرحمن الرحيم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويصف القرآن الكريم هذا الإله الخالق سبحانه وتعالى بقول ربنا تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لأنه سبحانه فوق قوانين هذه الدنيا، فوق كل من المكان والزمان، فوق كل من المادة والطاقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من مآسي البشرية يعني الخلط بين الخالق والمخلوق، الخلط بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. ولذلك كان الشرك بالله سبحانه وتعالى انحرافا يدعو له الشيطان، و يعني حرف كثيرا من الأمم إليه. ويروي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 أجيال كاملة على التوحيد الخالص لله الخالق سبحانه وتعالى، وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ثم جاء الشيطان ووسوس إلى نفر من قوم نوح، قال لهم: مات منكم عدد من الصالحين، لو وضعتم ملابسهم على عصي واجلستوها على كراسي أمام منازلهم لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. وطبعا الجيل الأول ممن فعل ذلك لم يعبد هذه الملابس، ولكن من هنا جاءت عبادات الأصنام وعبادات الأوثان. وبعث ربنا تبارك وتعالى عبده ونبيه نوحا عليه السلام ليرد قومه إلى التوحيد الكامل لله وإلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ولكن عبث الشيطان أغواهم بهذا الانحراف، فلبث نوح عليه السلام قرابة 1000 سنة يدعوهم إلى التوحيد، لم يستجب معه إلا قليل، فأهلكهم الله تعالى بالطوفان. والذين نجوا من قوم نوح شكلوا قوم عاد، وقوم عاد كانوا على التوحيد، ثم جاء الشيطان واجتالهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فبعث الله لهم سيدنا هود عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد من جديد، لم يؤمن معه إلا قليل. وهكذا ظلت البشرية
يعني تنتقل من الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن الاستقامة على منهج الله إلى الخروج على منهج الله. وأرسل ربنا تبارك وتعالى أكثر من 120 ألف نبي من أنبيائه، واصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، رسالتهم جميعا واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالرغم من هذا يسود الأرض الآن، يسود الأرض اليوم ملايين المعتقدات الفاسدة التي لا تؤمن بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، بل تنحط بمدلول الألوهية إلى البشرية أو إلى الحيوانية أو إلى بعض النباتات أو إلى بعض السخافات الفكرية التي يغوي الشيطان أتباعه بها. لذلك نقول أن قضية أو ركيزة الإيمان الأساسية أن يؤمن العبد بخالق عظيم، وأن ينزه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وبذلك نقول أن هذه الإشارة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنها تمثل القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية، الإيمان بالله وتنزيه هذا الخالق عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، الإيمان بحداثة هذا الكون، أن هذا الكون مخلوق خلقه خالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والقدرة والحكمة ما مكنه من إبداع هذا الخلق، الذي يعترف كل علماء الكون وعلماء الفيزياء الكونية على أن الكون مبني على أساس من نظام فائق الدقة، فائق الإحكام، فائق الانضباط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته. لذلك نقول أن الحضارة الغربية التي بدأت بمفاصلة مع الدين، بدأت معطياتها الكلية في مجال العلوم البحتة والتطبيقية تؤكد على كل القيم الإسلامية التي نادى بها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، والتي جاء بها القرآن الكريم وتجسدت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الحديث الذي استهللنا به برنامجنا هذا، والذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فالله تعالى منزه عن حدود المكان والزمان، منزه عن حدود المادة والطاقة، مغاير لجميع صفات خلقه ولكل وصف لا يليق بجلاله. ويمثل ذلك القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية التي تدعو إلى أن هذا الكون مخلوق له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الحضارة نور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا، مهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية